يقول لهم عمي انتم بس بشو الحسين دخلكم الجنه؟ هي الجنه مالتك مال ابوك، دخل من الناس الجنه. عمي اللي ما محترم عند الله تعالى الحسين ما يحترمه، اسمعها من عندي، قطنا وشيلها من اذنك. تعتقد واحد سكير خمير صاحب ليالي حمراء مشعوذ يتعامل بالربا عاقل والدين متعب جاره عود محرم ناصب له خيمه وحاط له قزان مال هريسه والعباس ابو فاضل يحرقونك انت والقزان مالك. خذها مني انت، عوف القزان مالك وعوف المجلس، بس امشي عدل باقي السنه، امشي عدل والحسين يحبك. عود احنا ليش ما نطلع من هذا النفاق الاجتماعي؟ ترى الحسين ما محتاج لا قيمتنا ولا جدرنا. يوم نتباهى بمواقع التواصل، بيت فلان 16 جدر وبيت فلان بيت علان 10 جدوره، ايش طلعت هاي؟ مو هذا التباهي عمي، التباهي بالقيم اللي جاء من اجلها الحسين سلام الله عليه. حتى اللطم مالتنا تجيب لك لازم تجيب لك فضائيه، يلا تجي الشباب ما اريد اعمم، يلا مجلسك يغص بالحضور تجيب لك فضائيه وتجيب لك خطيب معروف. هي العبره مو محفظ المستهل، انت خلال السنه ادمي. واللطم ترى مالتنا اليوم ترى مو هذا اللطم اللي مطلوب، انا انقل لك فقط ما جاي انتقد ابد. اللطم اللي يجب ان ينبعث على الحسين، الروايه تقول ينبعث بطريقه عشوائيه. شنو عشوائيه؟ برجع للروايه، عشوائيه يقول ان يصل الى حاله الجزع. شايفين الام اللي تفقد ابنها حبيبها، اللطم بعد ما يكفيها، العويل بعد ما يكفيها، يقول تلطم على راسها بشكل عشوائي. هذا شو يسمونه؟ جزع. الجزع على الميت حرام، على الحسين